السلام عليكم ورمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. وصفتنا النهاردة ان شاء الله بلح الشام. هتعرفي بلح الشام المقرمش الجميل اللي يفضل معاكي مقرمش لاخر قطعة، والسر في المعلقة اللي هنحطها له. يلا بينا نشوف مع بعض. سمعت القرمشة ويفضل معاكي مقرمش من بره وطري من جوه لاخر قطعة. وهنشوف مع بعض هنستخدم 2 من البلابل او القمع بتاع بلح الشام، وكمان هنعرف الشيرة بتاعت بلح الشام التقيلة والمفروض ننزله فيها امتى. كل ده واسباب واسرار نجاح بلح الشام معاك ان شاء الله هتشوفيه النهارده. يلا بينا نبدا، وكل سنه وانت طيبه. اول حاجه 2.5 كوباية من الدقيق، دي جميع الاستخدامات. هتنخليهم كويس جدا. معلقة من النشا، ومعلقتين من دقيق السميد. طبعا الاتنين دول هما السر القرمشة لبلح الشام، معلقة النشا ومعلقتين من دقيق السميد. حطيهم وهتحصلي على بلح الشام مقرمش جدا. عندك 2.5 كوباية من المية، ونص كوباية من الزيت النباتي، نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة من السكر. ضيفيهم قلبيهم كويس وارفعيهم على النار. اول ما يبدأ يغلي بننزل بالدقيق مع المعلقتين اللي قلنا عليهم السر القرمشة، معلقة النشا ومعلقتين من دقيق السميد. قلبي هو لسه على النار، وطي النار خالص وقلبي كويس جدا الدقيق علشان يستوي مع المية المغلية والزيت. ولازم التقليب المستمر لحد ما يديك كتلة واحدة زي ما احنا عارفين كلنا، لان ده دقيق ولازم نسويه كويس. بتهدي النار خالص. خلاص كده نبدأ بقى، عايزينه يبرد. لما لو عندك وقت تسيبيه براحته، او تبداي تقلبي فيه كده، او بالمضرب زي ما هتشوفي، او بالعجان، يعني كل الموجود عندك يسد. هنبدا نبرده كده بالمبرد. طبعا انا نقلته في البوله بتاعه العجان لان دي كانت صغيره عليه، بيطرطش زي ما انت شايفه يمين وشمال. فنقلته ببوله العجان، وما رضيتش اعمل بالعجان، عملت بالمضرب. فعندك مضرب ماشي، ممكن تصبري عليه بالمضرب اليدوي، بس هيحتاج منك وقت. عندك 4 بيضات فانيليا، لو في فانيليا سايله يكون افضل كمان. تنزلي بالبيض واحده واحده، يعني نزلنا باول بيضه نضرب كويس جدا. لما تختفي البيضه خالص في العجين نبدا ننزل بالبيضه التانية. لو وصلتي معايا للمقطع ده من الفيديو، اتمنى اللايك على الفيديو واشتراك على القناه. لو لسه ما اشتركتيش فعل جرس الكل يوصلك كل جديد من سفرة هويدا، وشير الفيديو للاصدقاء. والنهارده هنعمل بلح الشام المقرمش، واعرفي معايا كل اسراره وازاي يطلع معاكي مقرمش لاخر قطعه حتى لو بات منه لتاني يوم. خلاص حطينا ال4 بيضات. نبدا بقى، ممكن تكملي عجن بايدك، تطريه بايدك كمان. خلاص كده العجينه تمام. عندي هنا ادي البوله اللي هي او البلبله الحديد او الالومنيا او الاستانلس، والبوله البلاستيك. هنجرب الاتنين. هنجيب بقى زيت غويط كده هنحطه على البوتاجاز. مش هولع عليه النار دلوقتي، انا هقسم كده او هشكل البلح الشام. كنت شكليه بايدك زي ما انت شايفه، او تستخدمي المقص. وهو الزيت لسه ما ولعناش عليه ولا حاجه. املي الطاسه الاول كده، واول بالبله استخدمناها او قمع التشكيل كان البلاستيك اللي انت شايفاه ده ادى رفيع زي ما تشوفي. ملينا الطاسه كده ونبدا نشغل النار عليه. يبقى انا حطيت في زيت بارد. ابدا اشغل النار نار متوسطه، يبدا هو كده يستوي معايا زي ما انت شايفه. اول ما يبدا يصفر يبدا يقلبيه، ما تقلبوش هو لسه عجين. ابدا قلبيه عشان ياخد اللون الاصفر او الذهبي من جميع الجهات. وده شكل بلح الشام بتاع البلة الاولانيه او قمع التشكيل الاولاني، كان رفيع شويه. بنطلعه، ده تاني سر من اسراره، بنطلعه على ورق مطبخ عشان يشرب منه الزيت الزياده قبل ما تحطيه في الشيره. بس طبعا على طول يعني دقيقتين كده ونحطه في الشيره. عندي الشيره هنا، الشيره بتبقى تقيله، يعني كوبايتين سكر على كوبايه ميه، ويغلوا 5 دقايق مع نص عصره ليمون. لو عندك عسل جلوكوز حطي منه معلقه، او عسل ابيض عادي. قلبيه قلبتين كده، ما تسيبوش في الشيره كتير. قلبيه قلبتين وطلعيه على طول على مصفى عشان ينزل الشيره الزياده. كده حافظت على الشيره، مبقاش فيها زيت من بلح الشام. لو طلعت من بلح الشام من النار على طول على الشيره هيبقى فيها زيت. تاني حاجه بقى اللي هو القمع اللي عندك اللي هو الستانلس، ده اتخن شويه. طبعا مع تاني طاسه من بلح الشام بيبدا الرغاوي دي عشان البيض، ما تقلقيش منها شويه وكده، وهتروح معاكي وتشوفي البلح الشام قدامك كويس، او تشوفي العجينه قدامك كويس.
ويبدأ يصفر تبدأي تقلبي، واقول لك اظبط طريقة واظبط حاجة لبلح الشام اللي انتي عايزاه. ده تاني قمع استخدمناه، القمع الاستانلس، بيطلع اكبر شوية وطبعا بيطلع اتخن او اسمك. ده ممكن بقى تحشيه لو انت عايزة تحشي بلح الشام بالكريمة، تحشيه شوكولاتة، تحشيه نيوتيلا، تحشيه كاستر. تقدري تستخدمي القمع اللي هو اكبر شوية اللي هو الاستانلس ده، يا دوبك ياخد اللون الذهبي الجميل اللي شايفاه ده. في ناس بيحبوه اغمق من كده، لا انا ده بالنسبه لي كويس جدا، لون ذهبي حلو جدا. واظبط حاجه انك تستخدمي المقص في التشكيل، بيديكي شكل مظبوط جدا عن ما تستخدمي بايدك او باي حاجه تانية. طيب انا كان باقي معايا حبه اخرانيين، فقلت انجز في الوقت وعملتهم كده على الصينيه، وقلت احط ما اطلع دول احط دول بايدي. طبعا دي انجزت في الوقت، بس عملت ايه بقى؟ يعني مسكت ايدك في بلح الشام وهو عجينه، طبعا اثرت فيه فطلع شكله مش منتظم زي اللي انت عاملاه على طول في الطاسه. دي تاني طاسه اللي احنا طلعناها اللي هو بالقمع الاستانلس. بنزلها في الشيره تقليبه والتانيه واشيلها على طول عشان يفضل مقرمش معايا. وزي ما قلت لك طلعيه الاول على ورق المطبخ عشان يشرب منه الزيت، وبعدين حطيه في الشيره كده، تحافظي على الشيره ما يبقاش فيها زيت. طلعيه صفيه من الشيره الزياده. بيكون اللي عندك طاسه بلح الشام الاخيره هي نفشت وحلوه وكل كويسه جدا، بس طبعا شكلها غير منتظم شويه لانك انت مسكناها بايدينا واحنا وهي لسه عجين. فانت لو ما تفرقش معاكي وعايزه تنجزي ممكن تعملي كده، لا يفرق معاكي الشكل، فاعملي طاسه على النار على طول، توطي النار او تطفيها، وعقبال ما تشكلي الطاسه كلها وبعدين تولعي عليها النار تاني. يبقى انا عندي هنا 3 حاجات لبلح الشام. لو قمع صغير هيطلع لك طويل زي ما انت الطول طبعا انت بتتحكمي فيه، هيطلع لك اللي هو ايه مش منفوخ قوي. لو القمع استلس واكبر هيطلع لك اللي هو ممكن تحشيه اي حشوه انت حباها. لو هتعملي اخر حبه زي ما انا عملت كده على صينيه وتحطيهم بايدك، طبعا هيبقوا ايه زي ما انت شايفه الشكل مش منتظم قوي لان هو اتاثر بمسكه ايدك. وده معانا بلح الشام بالشيره الجميله بتاعته بكل اسراره، بيفضل معاكي مقرمش لاخر حبه لو بات لي تاني يوم. بس طبعا ما شاء الله ما فيش حاجه بتبات لي تاني يوم، هو في ساعته كله بيتاكل الف هنا وعافيه من جماله. زي ما تسمعي معايا اسمعي كده قرمشه قرمشه من بره، واما نفتحها طريه من جوه. كل سنه وانت طيبه. وده البلح الشام بكل اسراره، سر المعلقتين اللي حطيناهم عليه من نشا دي السميد. ان شاء الله الفيديو يعجبك، وتحياتي هويدا عبد الله، وشيروا الفيديو للاصدقاء وما تنسيش اللايك والاشتراك على القناه، واشوفك على خير وصفات تانية حلوه وحادقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.